سنة 2015 على سواحل أيرلندا الشمالية، سكان بلدة صغيرة شافوا سفينة خشب كبيرة بتقرب من الشاطئ. مفيش أي حد يعرف عنها حاجة، ولا في بلاغات عن سفن مفقودة. لما اتأكدوا من الرقم المحفور على جسمها، كانت المفاجأة: السفينة دي مختفية من زمان، من سنة 1823. يعني كانت ماشية لوحدها في البحر بقالها 192 سنة. اسم السفينة جوناثان تافنر، سفينة شحن بريطانية شراعية، يعني بتشتغل بالأشرعة. اتبنت في أوائل القرن ال19، طولها حوالي 36 متر. في صيف 1823 خرجت من ميناء بريستول في إنجلترا متجهة لأمريكا، ومعاها شحنة بضايع و15 بحار. الرحلة بدأت بشكل عادي، وبعد كده انقطعت أخبارها. لا وصلت للمينا، ولا حد شافها، ولا حتى لقوا حطامها. الناس دورت عليها شهور، وفي الآخر في 1824 اعتبروها مفقودة ونسيوها. سنة 2015 أثناء عاصفة قوية ضربت شمال أيرلندا، ظهرت السفينة قرب بلدة بانجور. جسمها كان قديم وتعبان، لكن لسه موجود وفيه بقايا حبال وخشب. لما بصوا على الأرقام المحفورة فيها، اتأكدوا إنها جوناثان تافنر. الخبر انتشر في الجرايد، وكل الناس بدأت تتكلم عن السفينة اللي اختفت من 1823 وظهرت تاني لوحدها. إزاي سفينة خشب تقدر تعيش في البحر 192 سنة؟ العلماء قدموا شوية تفسيرات. ممكن كانت ماشية في تيارات مائية بطيئة بتحركها شوية شوية على مدى السنين. زمان كانوا بيبنوا السفن من خشب قوي زي خشب البلوط، بيستحمل السنين. ممكن كمان قضت وقتها في أماكن بعيدة عن خطوط الملاحة، عشان كده محدش شافها. بس برضو مفيش حد يقدر يشرح بالظبط إيه اللي حصل، ولا السفينة راحت فين طول الوقت ده، ولا إزاي فضلت طافية. لحد النهاردة قصة جوناثان تافنر من أغرب الحكايات اللي اتسجلت في تاريخ البحر. مش خيال ولا قصة من الحواديت، دي واقعة حقيقية موجودة في السجلات الرسمية. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي.